وخلي بالك من اي كومنت او اي لايك او اي ايموشن هتعمله على السوشيال ميديا، ده ممكن يعرضك للمساءلة الجنائية وانت مش عارف. تعال اعرفك ازاي. من كام يوم انتشر على السوشيال ميديا ان في شاب من محافظة الشرقية فبرك صورة تبان ان هي حقيقية منسوبة لوزارة الداخلية، بتقول فيها انه تم فرض رسوم قانونية على عاملي الدليفري واللي بيقدموا خدمات. الصورة كانت مفبركة بشكل يبان للناس ان هي حقيقية، متقلدة بطريقة معينة اي حد يقدر ينخدع فيها. المشكلة طبعا ان تم تداول البوست دوت على عدد صفحات كبيرة جدا من صفحات السوشيال ميديا، وبالتالي أحدث نوع من الربكة في الرأي العام. على طول وزارة الداخلية تصدت للموضوع، وتبين فعلا أن الصورة دي مفبركة، وأمكن الوصول إلى صاحب الحساب والشخص اللي نشر بعد منه. الفعل ده بيشكل وفقا لقانون العقوبات وتحديدا نص المادة 188 جريمة نشر شائعات كاذبة، ودي عقوبتها الحبس الذي لا يزيد عن سنة وغرامة من 5000 إلى 20,000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وممكن العقوبة دي تتشدد أو تتضاعف لو كان الغرض منها الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد. يعني باختصار شير بدون وعي بيعرضك للمساءلة القانونية. اتأكد قبل ما تشير علشان القانون ما بيهزرش. لو عندك أي استفسار اكتب لنا في التعليقات وإحنا هنرد عليك.